ليه بيقولوا الستات ما بتعرفش تسوق وهو فعلا الرجاله بتسوق احسن من الستات؟ اولا الرجاله بيسببوا 68% من الحوادث اللي بتحصل كل سنه، وده منطقي برضو لان عدد الرجاله اللي بيسوقوا اكتر من عدد الستات، لكن من بين كل 10 بيموتوا في حوادث السيارات في منهم 9 رجاله، والسبب ان الرجاله متهورين ومندفعين اكتر. ده احنا لو لاقيين حياتنا في كيس بيك شيبس مش هنعمل كده، على عكس الستات اللي ملتزمين اكتر في السواقه وملتزمين اكتر بتعليمات وقواعد المرور. يعني صعب جدا تلاقي ست بتكسر اشاره، والدليل ان الاحصائيات بتقول ان الرجاله بيدفعوا مخالفات 6 اضعاف اللي الستات بتدفعها، و80% من المخالفات دي بتكون تجاوز السرعه المسموحه. طب ليه بقى بيقولوا الرجاله سواقتهم احسن؟ ده لان التهور والاكشن بقى مقياس الشخص بيعرف يسوق ولا لا. ده غير ان السواقه في مصر مثلا عالم مريب، بتبقى ماشي مش عارف الضربه جايلك منين، مش عارف اللي قدامك بيدي اشاره يمين عشان داخل يمين فعلا ولا بيهوشك، واحنا كشباب اتعودنا على كده وبنمشي حالنا. اما البنات بيبقوا مركزين قوي ومتوترين من الغابه اللي حواليهم وماسكين في الطاره كانهم مسكوا